لا أنا مش هقول، فكر أنت. قررنا نعمل مسابقة وتحدي بين يعقوب ومامته، واللي هيعرف الإجابة منكم هيفوز معانا بتحاليل مجانية من معامل فاست كير. النهاردة بقى هنشوف يعقوب ابني مركز معايا زي أنا ما مركزة معاه دايما ولا لأ. ها؟ اكيد طبعا هبهرك. هنشوف. بص يا سيدي، احنا هنلعب لعبة اسمها طلع الكدبة. تمام. أنا هقول عن نفسي 3 حاجات فيهم حاجة كدب، هعرف أشوفك هتكتشفها ولا لأ. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا نبدأ. أول حاجة، أنا بيجيلي نغزة لما بنسى أشرب مية. تاني حاجة، ضغط بيوطى لما بتوتر. تالت حاجة، أنا بحط 3 معالق سكر في الشاي. ها؟ هما فيهم حاجه غلط ولا اكتر؟ لا أنا مش هقول، فكر أنت. ضغطك بيوطى لما تتوتري، اعتقد هي دي الكدبه. يعقوب فكر شوية. أنا بشرب كام معلقة سكر في الشاي؟ ايه ده؟ لا مركزتش. 3 معالق؟ استني، انت ما بتشربيش اصلا بسكر. أخيرا أخيرا قلت حاجة صح. كده فاضل لك تكتشف واحدة. يلا يا جماعه ساعدوني في الكومنتس وخمنوا الكدبه، واللي هيجاوب صح هياخد خصم مميز على التحليل الخاص بوالدته وليه هو كمان. وما تنسوش كمان ان في 6 اشخاص، 3 منكم ومعاهم امهاتهم، هيكسبوا هديه مميزه من معامل فاست كير. واستنوا الإجابة الحلقة الجاية.